أسمع أسعارك أصدقك أنزل أشتري أستغربك. ده لسان حال أغلب المصريين وخصوصا من بعد العيد، لأن الحكومة وعدت الناس بانخفاض الأسعار. فهل ده حصل ولا ما حصلش؟ ومين في إيده يجاوب على الأزمة اللي احنا فيها؟ من قبل العيد وخلال شهر رمضان الحكومة أعلنت عن مبادرة لتخفيض أسعار السلع الأساسية زي الرز والمكرونة والزيت والحبوب والدقيق والطيور واللحوم بنسبة 15%، على أساس تزيد نسبة التخفيض بعد العيد ل 30%. حتى ساعتها رئيس الوزراء شد شوية على وزير التموين وقال له نركز في الأسعار اللي بتتبلغ، لأن أحيانا بتبقى أرقام غير حقيقية وبنزل أشتري نفسي بلاقي الأسعار لسه غالية، وفي أسعار بتزيد في اليوم مرة واتنين وتلاتة. وهو رمضان عدى والعيد من بعده، كل سنة وانتوا طيبين. ودلوقتي الناس بتشتكي وبتقول الأسعار لسه ما نزلتش، فين وعود الحكومة؟ رئيس الوزراء بيقولك أنا لسه عند كلمتي، خلال فترة قليلة جدا الناس هتحس بانخفاض الأسعار بنسبة 30%، وحاليا في حصر كامل للأسعار والانخفاض اللي حصل. وبنظرة سريعة كده تقدر تقول إن الأسعار السلع العامة نزلت 22%، والسلع الأساسية تحديداً أسعارها قلت 27% حسب تقديره. وكلمة من رئيس الوزراء للمصريين: 2024 هتخلص وأزمة الأسعار هي كمان هتخلص، لأن المصانع هتشتغل بكامل طاقتها والمعروض من السلع في السوق هيزيد، وهيبقى في منافسة هتنزل الأسعار. وطبعاً أنت بتسمع الكلام ده دلوقتي وبتسأل نفسك ليه خفض الأسعار اللي بتقول الحكومة مش شغال معاك لما تنزل تشتري؟ الحقيقة إن محمد الحمصاني المتحدث باسم الحكومة جاوب على السؤال وقالك إن انخفاض الأسعار ملموس أكتر على مستوى السلاسل التجارية، ولو هنتكلم على مستوى المحلات الصغيرة المنتشرة في كل محافظات الجمهورية، الناس هتحس بانخفاض أكبر في الأسعار خلال فترة قصيرة جدا. ورسالة مدبولي للشعب إن الناس لازم تتعاون مع الدولة، لأنها مش هتقدر ترصد كل مكان، واللي يشوف مخالفة للأسعار يبلغ فوراً علشان الحكومة تبدأ تاخد إجراءاتها. وده اللي عمله فعلاً لما مواطن اشتكى من سلسلة تجارية معينة ما بتطبقش الأسعار اللي أعلنت عنها الحكومة، وفوراً لما الحكومة اتأكدت من صحة الشكوى كلمت الغرف التجارية وبعتت ليهم تحذير شديد جداً بأن السلسلة دي لو ما التزمتش هتقفل كل منافذها فورا. فعلا السلسلة التزمت بالأسعار حسب كلام رئيس الوزراء. وأجدد خطوة للحكومة هي خفض أسعار العيش السياحي، علشان يبقى سعر رغيف العيش وزن 25 جرام حوالي 50 قرش مقارنة بجنيه، وسعر رغيف الخبز وزن 80 جرام بقى جنيه ونص بدل من 3 جنيه، وسعر رغيف الخبز وزن 40 جرام 75 قرش مقارنة ب 150 قرش في السابق. وسعر رغيف الفينو وزن 50 جرام هينزل من 2 جنيه ونص لجنيه ونص، وسعر رغيف الفينو وزن 35 جرام هيبقى حوالي جنيه مقارنة ب 150 قرش. والمفروض إن الحكومة وفرت 8 مليار دولار الفترة اللي فاتت علشان تطلع كل البضايع اللي كانت مركونة في المواني بقالها شهور. والمفروض برضو إن الحكومة عملت تطبيق اسمه رادار الأسعار علشان تسهل على المواطنين الإبلاغ عن مخالفات الأسعار. والسؤال ليك انت بقى من الناس اللي حست بانخفاض الأسعار اللي قالته الحكومة، ولا لسه مستني وشايف إن الأزمة كلها في استغلال التجار، ولا في مشكلة لازم الحكومة تحلها؟